اللبن ده جه منين، اتكون منين. ايه الخطوات اللي الام تعملها بحيث الكميه بتاعت اللبن دي تزيد؟ لابد ان الطفل يبقى محطوط راسه وجسمه في اتجاه واحد. خلينا النهارده بقى نتكلم عن المشكلات اللي هتواجه الام في الرضاعه. كنا احنا قفلنا اخر لقاء عليها، فهنتكلم فيها دلوقتي بشكل مفصل شويه، والاشكال او الاوضاع بتاعت الطفل وهو بيرضع. يعني هي شايلاه ازاي، هي حاطاه جنبها نتكلم في النقطه ديت بالتفصيل اكتر. تحب نبدا من انهي واحده فيهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نقفل النقطة اللي احنا كنا قفلنا، يعني انتهينا بيها في الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على ان احنا لو بنرضع غلط، لو الام بترضع غلط، ده بيؤدي الى ان الطفل مش بيشبع كويس ووزنه مش بيزيد كويس، وان الام بيحصل لها نوع من انواع التحجر او الكلاكيع اللي في صدرها. تمام ماشي. يمكن بس في نقطة او نقطتين في القصة دي، ازاي ان انا اعالج الموضوع ده لو ظهر. يعني زي ما قلنا ان احنا عشان ده ما يحصلش، ان النصيحة اللي قلناها ان انا ارضع من كل ناحية مرتين ورا بعض. طب لو المشكلة حصلت بنعالجها ازاي؟ المنطقة اللي حصل فيها تحجر ده او الكلاكيع اللي ظهرت دي، بنعمل فيها كذا حاجة. اول حاجة بعمل عليها كمادات مية دافية. يعني زي ما الطفل بيكون سخن فبنعمله كمادات مية باردة، احنا بنعمل العكس. تمام. بنجيب طبق وفيه فوطة عادي جدا كنا بنعمل كمادات، بس المية اللي موجودة دي مية سخنة او دافية، وبنعصر الفوطة وبنحطها على المنطقة المتحجرة. بنسيبها مثلا دقيقتين او 3 دقايق، وبعد كده بشيلها وبمسك المنطقة المحجرة دي بطرف صوابعي كده الام يعني، وتبدأ تدلك المنطقة بالراحة لمدة برضو دقيقتين او 3. يعني اجمالي العمليه مثلا بياخد 4-5 دقايق. بالظبط. تمام. بعمل الكلام ده امتى؟ بعمله قبل ما اجي ارضع البيبي على طول، بحيث ان انا بفك التحجيرة دي وبحاول ان اللبن اللي تكتل ده اخليه شوية ما يبقاش ماسك نفسه عشان الطفل يقدر يمصه. وزي ما قلت لك قبل كده ان كل القنوات اللبن دي هم 13 او 14 قناة، لو اتقفلت واحدة التانية هتتقفل وهكذا، فيبدأ الطفل لما يجي يرضى يحس بصعوبة. النقطة بقى اللي بعدها اللي انت قلتها دلوقتي، ودي برضو نقطة مهمة جدا، هي نقطة وضعية الرضاعة. يعني ازاي ارضع ابني، مع بقى طبعا المفاهيم المشهورة. طب بينام على جنبه، طب على ظهره، طب لو اللبن نام ونزل ودخل في ودانه، الكلام الكتير اللي خلينا ناخدها بنسمعه من ده. الاشكال الصحيحه يعني. اه نشوف نقول الشكل ده رقم 1 ده احسن حاجه، يليه كذا يليه كذا يليه كذا. هو مبدئيا فكرة ان الطفل يرضع من صدر مامته لابد انه بياخد وضعية خاصة بيه، وضعية خاصة بالطفل بالام. الوضعية اللي خاصة بالطفل لابد ان الطفل يبقى محطوط راسه وجسمه في اتجاه واحد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الطفل يبقى هو جسمه كده وراسه عاملة كده، او راسه عاملة كده. تمام. على سبيل المثال، يعني لما برضو كنا نيجي نشرح للامهات او كده، نقول لاي ام هو انت لما بتيجي تشربي ميه ينفع تشربي وانت عامله كده؟ بتتفرج الميه مش هتنزل أيوة. او هتسرق. البيبي نفس الكلام. ما ينفعش ان انا مثلا ابقى شايله البيبي على ايدي والبيبي كله يعني لبره، هو نايم كده وهو عامل كده باصص لي مثلا، واحنا الاثنين سارحين في عينين بعض. صحيح. ده هو هيسرح وكل حاجه بس مش هيرضع كويس. جميل. فتلاقيه يجي ياخد الصدر مامته مش عارف ياخد. يبقى الراس تبقى على استقامة الجسم نفسه، تبقى هي والجسم في نفس الخط. في نفس الخط. تمام. النقطة التانية ان الراس الطفل تبقى في وضع مريح. الوضع المريح ده بنسميه منطقة الكوع هنا كده. يبقى الطفل نايم في المنطقة دي، فانا عامل له دعم لراسه بمنطقة الكوع، وعامل له دعم لظهره من تحت بالايدين. يبقى الايد اللي الطفل نايم عليها بالمنظر ده، البيبي محطوط هنا. كده بقى المرة الجاية نجيب عروسة. ماشي اوكي. الله. حط البيبي كده ويبقى راسه وجسمه في اتنين رجاله وبيتكلموا عن الرضاعه وشايلين عروسه. عروسه صغيره. كمل. فالبيبي مسنود من تحت وراسه محطوطه كده. تمام. والبيبي كله جاي على الام، وفي نفس الوقت الام تبقى هي نازله بصدرها على البيبي شويه. فيبقى كده انت عامل الوضع الطبيعي اللي الطفل يقدر فيه يقعد على الوضعيه دي لمده ربع ساعه او ثلث ساعه. هو سهل الحركه ولا لا؟ هي سايباله متسع او مجال يتحرك، ولا هي قافله عليه؟ مش هنقول قافله عليه، بس حكماه في وضعه. يعني حكماه. يعني هي الفكره ايه؟ هو مجرد ما يتحط في الوضع ده ونعمل الخطوات صح،
هو مش هيبقى محتاج يغير الوضع، هيثبت عليه. بالظبط. تمام. عارف احنا لما بنيجي مثلا الواحد بيقعد على السفره وبيجي ياكل، مم. هو بيقوم لمم الكرسي حاطه مقرب الاكل منه، لو الترابيزه بعيده بيشدها، حتى لو احنا قاعدين في مطعم صحيح. بنعمل ده يعني. مم. خلاص انت هيئ نفسك على وضع الاكل، بتبدا بقى تاكل، مش بتحتاج تغير وضعيه الاكل الا لو الا لو بدأت ناوي أشبع تاكل بقى. كتير بقى. او لو اكل كتير. تمام، دي وضعيه. دي الوضعيه. مم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا وانا بعمل ده بالايد اللي الطفل نايم عليها، عندي الايد الثانيه. الايد الثانيه دي انا بتبقى بقفل الصابعين دول، مم. والثلاث صوابع دول مفرودين كده. مم. بحط صابع تحت الحلمه، مم. صابع فوق الحلمه، مم. والصابع الثالث ده ببدا بعمل بيه نوع من انواع ضغط. التعصير البسيط. تعصير. مم. يعني بضغط زي ما انت بتقول او بعصر. ضغط مع اتجاه، مش مع ضغط اتجاه وبس. لتحت طبعا، مش ضغط. كده. اه. لتحت. مم. الاتجاه اللي لتحت ده بعمله علشان خاطر اساعد في ان اللبن ينزل. تدفق بقى. بالظبط. يعني لو تفتكر لما كنا قلنا من اخطار اللبن الصناعي ان الطفل يرضع صناعي في الاول بدون حاجه ايا كان الرضعه فيها ايه، مم. ان اللبن بينزل بسهوله من الببرونه، صحيح. لكن من الطفل من الصدر الام محتاج ان هو يتمص شويه. مم. فانا بساعد برضو عشان الطفل ما يبذلش مجهود كبير، لما بعمل الحركه دي كده وبقعد انزل مم. بساعد في ان اللبن ينزل مع المص بتاع الطفل. جميل. دي نقطه. مم. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا ناخد بالنا منها، ان انا احيانا ممكن في اول الرضعه تلاقي الام نازل منها لبن كتير، دفعه واحده، بيسموها صدرها بيحن. يعني ايه، بدأ ينزل ينقط لبن كده، فالبيبي يجي ياخد اول مصة في تدفق شلال رهيب. بالظبط. ما صدقت ترضعيني. فساعتها نبقى واخدين بالنا عشان الطفل ما يشرقش. مم. يعني لو حصل اي نوع من انواع الشرقه بشيل الطفل وبحطه في الوضع القائم، تمام. يهدى شويه وياخد نفسه، وبعد مم. كده ارجع احطه تاني على صدري. وتقلل برضه من التعصير، يعني لو هي في لو تدفق بقى ده لو لا. التدفق خلاص انت مش محتاج عامل مساعد ما شاء الله يعني. لو الامور ماشيه كده يعني بالطريقه دي، تمام، ده وضع تاني. ده وضع تاني. مم. دلوقتي في الحلقات اللي قبل كده كنا اتكلمنا ان اللبن لو كميته قليلة مع الاستمرارية في الرضاعة مع المحاولات الكمية بتزيد. طيب دلوقتي احنا عدينا فترة والأم ما زال اللبن عندها كميته قليلة، ايه الخطوات اللي الأم تعملها بحيث الكمية بتاعت اللبن دي تزيد؟ زي ما انت بتقول برضو، او لو اتبعنا النهج اللي احنا ماشيين عليه، احنا مم. النصيحة اللي احنا بننصح بيها الام انها تحافظ على ان اللبن كويس، وانها لابد ان كمية اللبن تبقى مناسبة لاحتياجات الطفل. مم. طيب زي ما قلنا قبل كده ان اللبن ده 90% منه او 95% منه مية، فبالتالي انا كأم محتاجة ان انا اشرب مية او سوائل بشكل عام. صحيح. طيب بنيجي بقى مثلا تقول للام عايزك لو سمحتي تشربي ميه كتير عشان لبنك 90% منه ميه، تقول لك انا بشرب ميه كتير يا دكتور. تمام. كلمه كتير دي بقى كلمه بتختلف من شخص لشخص. ممكن كتير بتاعتك غير بتاعتي. كتير بتاعتك مثلا ممكن تبقى ازازه لتر، مم. كتير بتاعتي انا ممكن تبقى ازازه صغيره 300 مللي. طيب تمام. يبقى الرقم ايه؟ نحولها لارقام. صحيح. الانسان الطبيعي عشان نفهم الموضوع ده كويس، الانسان الطبيعي بيحتاج تقريبا كام لتر ميه في اليوم؟ 3 2. ممكن توصل 3 في حالة الحر الشديد والمجهود والكلام ده. لكن المتوسط 2 لتر. تمام. الطفل بقى تقريبا ممكن ياخد قد ايه في اليوم؟ بياخد من لتر للتر و2 من 10. لتر للتر و2 من 10. تمام. يعني لتر وربع مثلا. ده تقريبا انسان بالغ يعني. ما هو احتياجه، هو كل غذائه طول اليوم هو عبارة عن ده بس. السوائل دي خد بالك احنا السوائل دي جزء من الغذاء بتاعنا، لكن احنا في اكل وفي عصاير، هو ده بالنسبة له هو 100%. ده 100%. تمام. طيب يبقى الانسان لما بيرضعش، انا ما برضعش، حضرتك ما بترضعش، محتاج قد ايه كام لتر ميه؟ 2 لتر. طيب الام اللي بترضع دي بقى محتاجه كام لتر على الاقل؟ 3 وربع او 3 ونص. طيب لو جت الام قالت لك انا بشرب ازازه ميه كبيره لتر ونص في اليوم وبخلصها، دي معناها انها عملت ايه؟ يعني لسه عايزه كمان 50%. يعني هي مش مكفيه احتياجاتها هي الشخصيه. برافو عليك. ما جابتش احتياجها الشخصي. صحيح. وده يخلينا نقول نقطه تانية هننوه عنها دلوقتي. لو الام اصلا ما جابتش احتياجها الشخصي، ايه اللي بيحصل لها؟ فبالتالي لابد ان الام تشرب ما لا يقل عن 3 لتر ميه في اليوم. تعالى بقى نحول الموضوع لشكل دقيق اكتر. اللتر تقريبا فيه كام كوبايه عاديه؟ في حوالي 5. تمام. ده لو مج يعني. ولو طبعا كوبايه صغيره شويه فيها 6. كوبايه الشاي العاديه اللي احنا بنشربه. تمام. طيب 3 في 6 بكام؟ 18. يبقى الام من الصبح لتاني يوم الصبح المفروض تكون شربت على الاقل كام كوبايه ميه؟ 18. رقم كبير جدا. عندك بقى ازمتين. ازمه ان الام ممكن تكون ما بتعطش،
وازمه ان الام ممكن تكون مخلفه في الشتاء، وازمه ان هي لو عندها المعلومه الخاطئه اللي موجوده عند معظم الامهات وطبعا موجوده في الاجيال الاقدم شويه، ان كل لو الام شربت كتير ميه بعد الولاده بطنها هتكبر. دول اكتر 3 حاجات بيأثروا بشكل سلبي على الرضاعة الطبيعية، او زي ما قلنا الرضاعة الطبيعية المطلقة. اللي هي كمية اللبن عندها، كمية اللبن او كمية المية اللي هي بتشربها. يبقى الحل ان انا اعكس بقى الموضوع، ان انا ازود، ان انا اخد احتياج اللي بيكفيني واحتياج الطفل. بالظبط. تمام. طيب هنا هيحضرنا يعني سؤال مهم. طب اصلا فعلا حاليا دلوقتي واحنا بنتكلم هي بقالها اسبوع 10 ايام شهر، ابنها عنده شهر شهرين واصلا مش بتجيب حتى لتر ميه وستيل اللبن بينزل. السؤال بقى، اللبن ده جه منين؟ اتكون منين؟ خد ميه من الجسم مثلا؟ منين؟ من الجسم. صح، برافو عليك. لا انا اعرف نص الاجابه. منين؟ من الجسم. من ايه اللي في جسم الانسان شبه اللبن وجزء كبير منه ميه؟ ايه اللي في جسم الانسان شبه اللبن وجزء كبير منه ميه؟ ايه يا ترى؟ الدم. تمام، مظبوط. فبالتالي الدم ده سائل، فلا يبدا ان اللبن علشان يتكون يبدا يسحب، خد السوائل من الدم. سوائل الدم كده هي، فما الدم يقل يبدا الام تحس بايه؟ اول حاجه ضغطها يوطى. تاني حاجه كلمه مشهوره جدا، يعني انت اول ما تقول الكلمه تقول لك ايه ده، هو عارف ازاي؟ تلاقي الام تيجي تقول ايه؟ انا يا دكتور بحس ان انا روحي بتسحب مني وانا برضع. وبالذات ده بيحصل امتى؟ بالليل. تقول لك انا طول الليل ابني عمال يرضع اخر اليوم السوائل قليله، انا كده كده ما بشربش، انا نايمه من بالليل للصبح، ممكن اصحى كل كام ساعه كده لو ابني عيط احط له صدري وانام وهو على صدري اصلا، ولا هاخد بالي هو خلص امتى ولا بدا امتى. فطبعا كل ده مفيش سوائل، ناهيك عن ان مفيش سوائل كانت بالنهار اصلا، فتبدا الام تحس ان هي ممكن تفوق من كده اصلا، هي حاسه ان روحها بتسحب منها. فبالتالي هيحصل ضرر للاثنين، ما احنا مش اما نقعد ناخد من الدم ده خلاص ما هيقل. صحيح. فيبدا برضه لبن الام يقل. واخد بالك؟ وبعد كده الطفل يرجع يجوع مني وانا مش عارفه اشبعه. بالظبط. طيب طالما اتكلمنا على ازاي ازود لبن الام، احنا عايزين نتكلم على الكميه والكيفيه. احنا اتكلمنا على الكميه وقلنا ان هما 3 لتر ميه في اليوم والطريقه والكلام ده كله. تمام. طيب برضو عشان ما نبقاش سايبين الام كده، هو في سؤالين مهمين جدا. السؤال الاولاني، هل السوائل اللي انا بشربها بتتحسب من الميه دي؟ الاجابه يعني مثلا لو انا شربت في اليوم 3 كوبايات عصير، او لو شربت في اليوم كوبايه شاي، الشاي ده برضه المكون بتاعه الاساسي الميه، فبالتالي يتحسب منه. المهم ان انا كسوائل يخش لي ما لا يقل عن 3 لتر بالحد الادنى. يعني طبعا بيزيدوا زي ما قلنا في الصيف، وخصوصا لو الام حركيه بتتحرك او بتنزل مشوار او شغل او كده، فبتفقد كتير طبعا من السوائل، فمحتاجه انها تعوض. السوائل مكون اساسي يعني 95% زي ما قلنا من اللبن. طيب الغذاء بقى اللي في اللبن، بالظبط، خلينا نتكلم عن 5% دي. بالظبط. ايه اول عنصرين بيأثروا بالسلب على الام وعلى الطفل لو قال لهم؟ حاجتين، الحديد والكالسيوم. برافو عليك. انا بجيب 50% من الاجابه. هتيجي بقى نعكس الادوار. حديد وكالسيوم. بالظبط. تمام، احسنت.